السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
الله عليه وسلم في الصحيح: إنما سبب منع الزكاة هو قلة الفهم الصحيح لسنة رسول الله والاقتداء بما جاء به في كتاب الله عز وجل، فيمنع الزكاة ويتخلف عن الصلاة، فهيهات بين المضطر الذي يتخلف عن الصلوات المفروضة وربما هو تارك للصلاة وربما هو قاطع للطريق ومستحوذ على أرض ليست بأرضه، ثم يدعو الله أن يكتب الغيث منه، فهذا من المحال والله. فاستقيموا يا عباد الله، تستقيم حياتكم، استقيموا على شرع الله يقيم لكم الله حياة الدنيا وتطمئنوا بها وتسعدوا في الآخرة بالجنان. اللهم إنا نسألك الغيث النافع يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انزل الغيث هنيئا مريئا يا رب العالمين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم انبت به الزرع وحي به ارضك الميتة واسق به بهائمك والانعام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا انك كنت غفارا، وارسل علينا السماء والجرار، واغننا من اموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا. يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج عنا وعن كل مؤمن. اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل على من ارسلته رحمة لنا ورحمة بنا ورحمة فينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا انك راحم، واغفر لنا فانك غافر، وتجاوز عن سيئاتنا فانك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم اصلح شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا واغفر لنا اخطاءنا وزلاتنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اصلح بلاد العباد واصلح ولاة امورنا يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم اكثر لنا الخير والرزق والسعة في الرزق يا رب العالمين. اللهم بارك في شيوخنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا وأزواجنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد في الأولين والآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا، وأن يبارك لنا في الولد والزوج والمال، وأن يصلح أمرنا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربما هذه الكلمات المقتضبة إنما هي حسرة على تخلف الناس عن صلاة الاستسقاء، وأبيت إلا أن أصليها استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول: من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. والتخلف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كونها أمرا محمودا. أسأل الله أن يبارك لنا وأن يهدينا. فسبحان الله، كيف ينزل الغيث على قوم هم يتخاصمون على الأرض ويقطعون الأراضي ويتعدون على بعضهم البعض، فمنهم من أتى على أرض صاحبه فيحرثها دون علمه أو دون سابق إنذار، ومنهم من يتعدى على أرض ليست له أبدا فيحوزها ثم يجعل بينه وبين أخيه خصومة لا تنتهي إلى يوم القيامة، وخاصة خصومات الأراضي.
سبحان الله، كلما ينزل الغيث ويأتي الزرع يأتي الخصومات، تأتي الخصومات وكأنها كالغيث. فسبحان الله. اللهم أغث القلوب قبل الأرض يا رب. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا واجعلها خالصة لك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما تقدم وما تأخر. اللهم إنك غفور رحيم تواب كريم. اللهم تب علينا. اللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم جيراني الذين توفوا هذا الأسبوع، عمي موسى وأحمد، اللهم ارضى عنهم واغفر لهم وتب عليهم وعلى جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم من يشاهد في هذا المقطع أسأل الله أن يبارك في عمره وفي ولده وفي زوجه، وأن يبارك في أخلاقه وفي دينه، وأن يمتعه الله بصالح عمله في الدنيا والآخرة ويجعلها حرزا له يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن يهدينا ويهديكم إلى الخير. وما عسى أقول إلا أن أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ما سمعتم وما شاهدتم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.